السلام عليكم. هل عمرك فكرت هل فعلا رزقنا 24 قيراط؟ هل 24 قيراط متقسمين زي ما الناس كلها بتقول 5 مال على 5 صحة على 7 عيال على 7 فلوس مثلا اي حاجة؟ هل انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى انه لو خد منك ال7 دول او ادالك حاجة زيادة فهياخد من الناحية التانية؟ هل انت بتعامل ربنا بسوء النية دي او بسوء الظن ده؟ الإجابة إنه لو حسيتها إن هي مطمئنة وبتدعو للرضا، إن مفيش حد هيموت ورزقه ناقص، وده فعلا حقيقي، بس هي ما بتتحسبش كده، بتتحسب بحسن الظن بالله. أول حاجة، مفيش حاجة في ديننا بتقول إن الرزق 24 قيراط خالص. ديننا جميل. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على الرزق قال أشكال كتير، بس قال جملة: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني اختص السماء، اختص الرزق في السماء. كل حاجة في الدنيا إلا الرزق في السماء. تاني حاجة، رزقك مكتوب من قبل ما تتولد. رزقك مكتوب. هتعيش امتى، هتتولد امتى، هتعيش ازاي، شقي ولا سعيد، هيبقى معاك رزقك قد ايه، هتموت امتى. فانت ليه خايف؟ ليه خايف؟ ربنا سبحانه وتعالى بيطمنك، بيقولك ان رزقك مكتوب، رزقك عنده مش عندي، مش عند اللي انت شغال عنده، مش عند مديرك، مش عند الشغل، مش عند الناس، مش عند الكلاينت اللي شغالين معاك، لا خالص. ده مجرد وسيلة بس. هو مجرد وسيلة ان هو يوصل لك رزقك. تاني حاجة، ربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ليه شايفين ان اللي بيدور على الفلوس او انه عايز يبقى غني انه مادي؟ ويا ريتها بتبقى مادي، دايما بيبقى مادي حقير. ليه؟ مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما استعاذ من الفقر. فمعنى كده ان الفقر حاجة وحشة. ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان هو هيخلينا طبقات فوق بعض، يبقى معنى كده ان في غني وفي فقير. تمام. تالت حاجة، ربنا سبحانه وتعالى قال: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فده معناه اهو الاموال حاجة مهمة. ليه بقى احنا حطينا ان احنا لما نطلب فلوس فدي حاجة عيب؟ لا خالص. يعني احنا دايما ندعي ان احنا يا رب اغننا بفضلك. يعني اغننا بقى بكل حاجه، كل حاجه، فلوس وغيره، كل حاجه، كل انواع الرزق. وليه برضو احنا اختصينا الرزق بالفلوس؟ رزق كل حاجه في الدنيا، كل حاجة. ان انت تصحى من النوم ويومك كويس وان انت كويس صحتك، ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى. هو انعم عليك بده. تاني حاجه، في حاجات كتير جدا ممكن توسع رزقك. ادعي، ادعي يا اخي، ادعي. سيدنا سليمان دعا، بس كان مع الدعاء كان دايما متقدم مع الله: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من قبل ومن بعد. يعني كان بيطلب من ربنا انه يغفر له، وكمان يطلب منه انه يا رب ارزقني ملك لا ينبغي لاحد من قبل ومن بعد. سيدنا موسى لما دخل مدين كان فقير، مش معاه اي حاجه، ملوش اهل، ملوش اي حد، ودعا الدعاء الشهير بتاعه: ربي لما انزلت الي من خير فقير. خطير. دعاء سحر، سحر اقسم بالله، سحر. انت عامل ربنا ان انت بتطلب منه. هو كريم قوي بجد، ربنا كريم جدا واسمه الرزاق. يعني انت مش محتاج اي حاجة. ليه بقى انت تعامل ربنا بسوء الظن، ان انت خايف ان هو يرزقك فياخد منك حاجة؟ ده سوء ظن بالله لأبعد الحدود. ربنا مش زي البشر. تاني حاجة، انت اصلا خايف ليه؟ ده رزقك مكتوب اصلا. في حاجة مهمة جدا الناس بتقع فيها، انه يا جماعة ربنا كاتب لك ان انت تكسب المبلغ الفلاني، تمام، وده رزقك. بس لو ما ساعدش رزقك مش بتاعك. يعني لو رزقك عدى من قدامك وانت ما مدتش ايدك تاخده، ما بقاش بتاعك، ما بقاش بتاعك خلاص، هو مش رزقك. انت ما ساعدش ليه؟ لما ربنا اتكلم عن السعي ضرب لنا امثال كتير جدا، منهم سيدة مريم لما ولدت ربنا قال لها: وهزي بجذع النخلة. يعني هو كان ممكن يرزقها من غير ما تسعى، هي لوحدها والدة، كان ممكن يرزقها من غير ما تسعى خالص. بس اتكلم في السعي انه هزي، يعني عشان اكرمك اتحركي. تاني حاجة، السيدة هاجر كانت في الصحراء لوحدها، ما ساعدش مرة ولا اتنين، ساعد 7 مرات. فانت ما ينفعش تسعى مرة وترجع تقولك اصل ربنا ما كرمنيش. حبيبي اسعى، اسعى، مش ورانا حاجة، اسعى. احنا لسه نقعد
نقول اصل انا سعيت مره وما ظبطتش. اسعى مره واثنين وثلاثه في كل حاجه، كل حاجه في حياتك اسعى لها مره واثنين وثلاثه واربعه. لو الباب اتقفل خلاص. سيدة هاجر سعت 7 مرات لحد ما ربنا اكرمها، وكذلك كتير. السعي موجود، ان انت لازم تسعى عشان توصل لرزقك. لو ربنا كاتب لي ان انا ابقى مليونير، تمام، هو ربنا كاتبني ابقى مليونير، تمام، ازاي؟ هنا بقى نرجع للسؤال المهم جدا، هل الانسان مسير ام مخير؟ انا مسير ولا مخير؟ انت مسير لقدرك فقط، مخير في الطريقة. بمعنى ياسمين، انا نصيبي او رزقي ان انا اكسب 10 مليون، انا كده منساقة الى قدري او نصيبي او رزقي. مخيرة في الطريقة، يعني انا مخيرة دلوقتي ازاي انا هاخد 10 مليون دول، حلال حرام. انا هتحاسب على الطريقة، انا مش هتحاسب ان على رزقي، انا رزقي خلاص مكتوب، هتحاسب على ازاي خدت رزقي ده. ما هو ما تقولش اصل هو رزقي مكتوب لي فانا هاخده بالحرام فهو كده كده رزقي، لا. هي رزق، هو رزقك ماشي، بس الطريقه اللي انت هتاخده بيها دي انت هتتحاسب عليها، حلال ولا حرام، ساعات قد ايه لحد ما تاخد رزقك ده. فيا جماعه لازم واحنا بنتعامل مع ربنا نطلب، ادعي، ادعي كتير باستغفار والصدقه، وان انت تبقى بتدعي بقلب ان يا رب اكرمني او يا رب ارزقني بكذا وبكذا وبكذا، اشكال الرزق كتير جدا. الصحه ده رزق كبير جدا من عند ربنا، فلوس رزق، عيال رزق، كل حاجه رزق. احمد ربنا دايما، خليك دايما من الحامدين، الحامدين هم دول اكتر ناس ربنا بيحبهم. تالت حاجه، وده الاهم، ان الرزق ما بيجيش غير للمطمئن. لازم تبقى مطمئن من جواك، لازم من جواك كده ابقى مرتاح، انا مطمئن، انا ربنا هيرضيني. لما تمشي بفكره ان ربنا هيرضيني، هيرضيك والله. بس تكون بتعامل ربنا بقلب ان انا متاكد ان ربنا هيرضيني وهيرضيني. سلم وهيرضيك، بس اعمل اللي عليك، ده اهم حاجه، تعمل اللي عليك. ما تقولش هو رزقي جاي كده 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 جاي ومحدش هياخده غيرك، بس اسعى. الثمره اللي انت بتاكلها مكتوبه لك من قبل ما تتزرع في الارض، خليك متاكد ان مفيش حد ياخد رزقك، بس اسعى عشان تاخده. وبس كده.